السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طواجن المكرونة باللحمة المفرومة، زي بتاعة المحلات، وعايزة أقولك كمان هي أحلى بكتير كمان. وهنعمل الصلصة كده بكل تفاصيلها. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوة جدا. جربيها بنفس الطريقة إن شاء الله هتعجبك، يعني ريحتها هتجيب لآخر الشارع. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ وقبل ما ندخل على الطريقة ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة هنحضر هنا الحشوة. معايا هنا طاسة على النار، حطيت فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة. هنزل بقى باللحمة المفرومة، وطبعا لو ربع كيلو او نص كيلو حسب الكمية اللي انت عاوزة تعمليها. هشوح كده اللحمة في الاول كده بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وطبعا النار بتكون عالية علشان اللحمة ما تنزلش السوائل بتاعتها. هديها كده تقليبه مع الماده الدهنيه اللي حطيناها بالشكل ده كده اهو يا جماعه. بعد كده بحط لها كده رشه من الفلفل الاسود، بتديها كده ريحه كده حلوه جدا بالشكل ده. وبعد كده عندي بصلتين فرمتهم ناعم بالشكل كده. هنزل بقى واشوحهم مع اللحمه بالشكل ده كده اهو يا جماعه، لحد كده ما البصل بتاعنا يدبل شويه. بعد كده عندي كمان فصين من الثوم، هبدأ برضو أشوحهم مع اللحمة ومع البصل بالشكل ده كده. طبعا بقى التوم بيدي كده ريحة وطعم جميل جدا للحمة. بعد كده عندي شوية من الفلفل الألوان، بنزل برضو بيهم وابدأ أشوح كده. يعني كل ما بنزل بحاجة بشوحها. وطبعا ما بنزلش بالخضار كله مرة واحدة علشان ما ينزلش كمية المية اللي فيه. بعد كده عندي كمان طماطمية مبشورة بشرتها ناعم بالشكل ده كده، ونزلت بيها يا جماعة بالشكل ده كده، وبقلب بقى كله كده مع بعضه. بعد كده عندي التوابل بقى، عندي ملح، عندي قرفة، عندي كمان فلفل اسود وكزبرة ناشفة، عندي شوية من ال يعني البهارات اللي انت بتحبيها. انا حطيت ملح وفلفل، وحطيت كمان شوية من الكزبرة وشوية من البابريكا. وكده شكل اللحمة بتاعتنا سيبها بقى على جنب. بعد كده هنعمل بقى الصلصة بتاعتنا. معايا شوية من الزيت حطيتهم كده يسخنوا، ومعلقة سمنة بالشكل ده كده اهو يا جماعة. بعد كده هنزل بقى بحوالي 3 4 فصوص توم مدقوقين طبعا او مفرومين بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اشوح التوم مع المادة الدهنية اللي حطيناها بالشكل ده كده. وطبعا مش هغمق التوم، يا دوبك بس ريحته تطلع. بعد كده بضيف ربع كوباية من الخل الابيض، وبقلب بقى الخل مع التوم بالشكل ده كده اهو يا جماعة. بعد كده عندي هنا حوالي كيلو من الطماطم، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم، ونزلت بقى بالطماطم بتاعتي بالشكل ده كده. وبعد كده عندي كمان معلقتين من الصلصة علشان تدي كده لون احمر وحلو بالشكل ده كده اهو يا جماعة. بعد كده عندي كمان بصل بودر، توم بودر، ملح، وعندي كزبرة ناشفة، وعندي فلفل اسود. نزلت بقى بيهم كده بالتوابل بتاعتي بالشكل ده كده. وكمان عندي هنا معلقة من السكر علشان حموضة الطماطم. هسيبها بقى تتسبك بقى يا جماعة. وبعد كده هحضر بقى الطواجن بتاعتي. جبت اللحمة المفرومة بحط كده في الطواجن بتاعتي بالشكل ده كده، والكمية بتاعتي عملت لي 5 طواجن حلوين جدا. وبعد كده جبت المكرونة من غير سليق ومن غير اي حاجة، وبفردها كده فوق اللحمة. وبعد كده خلاص بحط بقى الصلصة يا جماعة بالشكل ده كده. وبعد ما حطيت الصلصة بحط كمان شوية من المية او شوية من الشوربة المتاح عندك تقدري تستخدميه. وبحاول كده بسلك كده المكرونه بالشكل ده كده عشان طبعا الصوص كله ينزل بقى في المكرونه. وبعد كده بجيب ورق فويل وببدا بقى اقفل الطواجن بتاعتي بالورق بالشكل ده كده. وطبعا الفرن بيكون شغال على نار عاليه. بدخلها الفرن يا جماعه بتقعد حوالي نص ساعه بالظبط. دخلتها التسويه بتاعتها قعدتها نص ساعه بس في الفرن. وبعد كده خرجتها بالشكل ده كده، كانت استوت وما شاء الله على الجمال بقى. ومش عاوزه اقولك ان ريحتها كانت جايبه لاخر الشارع. ببدا اقلبها بقى كده يا جماعه، شايفين وهي لسه سخنه كده؟ شايفين حلوه جدا وجميله. وعاوزه اقولك كمان احلى بكتير من بتاعه المحلات. جربيها بقى بنفس الطريقه. كفايه ان انت عامله كده حاجه نظيفه، حاجه مضمونه لاولادك. عارفه الصلصه انت عاملاها ازاي، عارفه حشوه اللحمه انت عاملاها ازاي. جربيها بقى بنفس الطريقه وان شاء الله تعجبك. ولو عجبك الوصفه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.